فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب كرة قدم كرواتي بوسني ومحترف سابق، مواليد 15 أوت 1963، يتولى حالياً تدريب المنتخب الأول للجزائر لكرة القدم. حقق العديد من الإنجازات مع المنتخب السويسري، أهمها التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2018 وثمن نهائي بطولة أوروبا 2020. يعرف بأسلوبه التكتيكي المرن وقدرته على تحفيز اللاعبين. بيتكوفيتش وفي أول ندوة صحفية له صرح بأن ما قام به المنتخب الجزائري قبل مجيئه لأمر مذهل، وأن عمله مع المنتخب لن ينطلق من الصفر، إنما من نتائج إيجابية، وأن المنتخب الجزائري يعج بالأسماء الكبيرة. وبهذا التصريح يعطي بصيص أمل للشعب الجزائري بأن يرى منتخبه يعود لمستوى الكبار. دخل المنتخب الوطني الجزائري في ترقص شهر مارس تحسبا للمباراتين الوديتين، الأولى ضد بوليفيا في 22 مارس، والثانية ضد جنوب إفريقيا في 26 من نفس الشهر بملعب نيلسون مانديلا على 10 ليلا، بقيادة المدرب الجديد صاحب الجنسية الكرواتية البوسنية فلاديمير بيتكوفيتش. يسعى هذا الأخير إلى إعادة بناء الفريق في ظل اعتزال بعض اللاعبين المخضرمين مستقبلا، وبناء جيل جديد للمنتخب نظرا للنجوم الشابة التي يمتلكها المنتخب. ومن بين أهداف بيتكوفيتش العودة إلى منصات التتويج. بيتكوفيتش صاحب 61 سنة، وفي أول تربص له رفقة المنتخب أعلن عن قائمته المكونة من 31 لاعبا، غاب عنها أبرز 5 لاعبين هم القائد رياض محرز، والمهاجم إسلام سليماني، وصاحب الرقصة الأسطورية يوسف البليلي، وصاحب الكرينتا سفيان فيغولي، والحارس المخضرم رايس وهاب بولحي. كما شهدت القائمة عودة إبراهيمي الذي كان غاضب عليه المدرب السابق جمال بلماضي، وكذلك عودة سعيد بالرحمة الذي تشاجر مع المدرب بالماضي أمام أعين الجميع فاستبعده وغضب عليه. Rami, come. No, it's okay. You can speak, you can say something. Good training, good vibes only. We're excited to play Friday. See you there. Voilà, fin de séance aujourd'hui. Bonne séance, très intensif. On a bien travaillé. Et voilà, on va bien se reposer.